اقول لك انا مين، مش قلت له انا يعني ما رضيتش، قلت له انا 2 اهلي وزمالك، 2 سيمي فاينال افريقيا، 2 افريقيا. انتروديوس يور سيلف. قلت له دخلت يعني الانترفيو بالظبط. مباريات اللي انتوا بتجيبوا لهم اجانب، انا لاعب اهلي وبيراميدز 4 مرات، اقصى حكم لعبه في مصر مره او 2. الاهلي والزمالك لعبوا مرتين اول حكم موجود. هو كان بيسمع كتير، هو عنده الانا عاليه قوي، يعني ما بيحبش حد يقول له انا مين يعني. بس انا حبيت اقول له، فقال لي تمام. قالوا لي انت اخر ماتش ليك؟ قلت له الماتش. قال لي ده كان ماتش مهم على الرابع، يعني على المركز الرابع لانه مؤهل لافريقيا. ده في السوبر ولا في مصر؟ لا ده الكلام ده الموسم اللي فات. الموسم اللي فات مش هذا الموسم، لا في ماتش السوبر انا هنجيله بعد كده. ماشي. بس وانتهى الموسم، قلت خلاص نبدا موسم جديد. بدا نفس القصه ونفس الكلام ونفس الاقصاء الغير مبرر بالمره. جت القائمه الدوليه، كان انا بقول المسمار الاخير في الموضوع ده. يعني بالنسبه لي انا طبعا هي ما اعلنتش لغايه النهارده، وهنا المفترض ان هي كانت تعلن من يوم 15. طب وما اعلنتش ليه؟ انا السؤال ده عندهم، هم عارفين، هم ما اعلنوهاش ليه. والله طبعا لازم في حاجه تعلن. مش عايز تقولها؟ لا يعني في سر في الموضوع؟ لا، هو عشان في حاجه غلط معموله. والله انت لو انت عندك صراحه في قائمه دوليه، تونس اعلنت، الجزائر اعلنت، كل دول يعني ايه حاجه غلط في القائمه؟ يعني ما هو انت لما تقسم، المشاهد قاعد دلوقتي مش فاهم، فبقول لك يعني ما هو انت لما تقسم محمود البنا من القائمه الدوليه، ما هي الاسباب؟ ما هو يعني احنا بنسمع دايما نجدد القائمه الدوليه، يعني لو طب نجددها. طب اقلب لك السؤال بشكل تاني. اتفضل. هي الاختيارات قائمه على اي معيار؟ اختيارات 3 معايير. الحكام الدوليين 3 معايير، لا اكثر ولا اقل. ايه هم؟ ان يكون لائقا بدنيا. ماشي. يعني انت تكون بدني كويس، طب كويس، فني كويس. طيب الاتحاد الدولي بيبعت يقول لك رتب لي او ابعت لي اول 7 فني وبدني وطبي. طبعا ماشي. المعيار الاساسي طبعا فني وبدني لازم تكون لائق. خلينا نتكلم في الفني. ابعت لي اول 7 حكام لائقين بدنيا عندك ورتبهم في مصر. ماشي. حسب مستواهم داخل البلد. ماشي. طيب هل يعقل محمود البنا ما يكونش واحد من ضمن ال7؟ ما حطكش في ال7 الاولانيين؟ ما هو ما حط القائمه، هو مش موجود فيها. طيب هل انت رديت على نفسك في هذه النقطه؟ هو رد نفسه عليه. ايه هو بقى؟ مين اللي حاكم قبل نهائي السوبر؟ محمود البنا، الاهلي سيراميكا. مظبوط. مين الحكم الثاني؟ الكابتن محمد معروف. ايوه. يعني افضل حكمين هتوديهم على الاقل هذا الموسم فين؟ في مباراه السوبر، لانها الاهم. هو اللي وداكوا السوبر المصري؟ طبعا هو المسؤول. ما هو هنا المشاهد هيبقى قاعد يسال الله، طب ما هو طالما وداك السوبر المصري يبقى الراجل ما كانش عايز يقصيك ولا حاجه، مش جايز تكون معلومه وصلها غلط؟ لا، تم الاقصاء. ممكن ما يكونش هو، بمعنى ان هو رئيس الاتحاد